يا دكتور انا هولد خلاص الاسبوع الجاي، الف مبروك لحضرتك. انا عايزه حضرتك معايا بقى في العمليه بعد دكتور النساء على طول ما يعمل لي العمليه ويطلع البيبي، حضرتك تشدي لي البطن. متاسف يا فندم. انا دكتور احمد الادور، استشاري جراحات التجميل. في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع شد البطن مع الولاده. مبدئيا كل حاجه تنفع، في دكاتره كتير بتعمل الاجراء ده، بس انا او احنا الطب نفسه ما يفضلش الاجراء ده دلوقتي. ليه؟ لان احنا عندنا اسباب كتيره جدا جدا. الرحم نفسه بيبقى متمدد، يبقى تقريبا حجم البطن كله، مساحه البطن من اول الصوره لحد تحت اسفل البطن هي عباره عن الرحم بس. وفي نفس الوقت عندنا انفصال عنيف جدا في العضلات بتبقى ضعيفه جدا بعيده عن بعضها. فازاي ان انا بالموضوع ده اقدر ان انا اشد عضلات البطن؟ شد البطن بالنسبه لنا في دكاتره بتعمل كده بس بيعمل ايه؟ بيدخل يشيل الجلد الزياده. احنا مفهوم شد البطن الحالي مش كده. احنا شرحنا في فيديو سابق شد البطن، احنا بنشيل ترهلات الجلد ونشفط الدهون الكامل اللي موجوده في البطن وفي الظهر. انا ازاي هشفط دهون الظهر وحضرتك نايم؟ اكيد مش هقلب حضرتك على بطنك واشفط الدهون بتاع الظهر وحضرتك والده. وفي نفس الوقت بنعمل تقويه لعضلات البطن. العضلات البطن نفسها بعيده جامد عن بعضها، والرحم واخد تقريبا حجم البطن كلها. فازاي ان انا في الاجراءات دي كلها هقدر اعمل عمليه شد البطن؟ في نفس الوقت في فاقد دم كبير بيحصل من عمليه القيصريه، ومش هينفع ان احنا نزود فاقد الدم كمان من عمليه شد البطن. حضرتك تتفضلي مشكوره تنجبي الولد، وبعد الانجاب وبعد الولاده وبعد الرضاعه بقى تكون البطن رجعت لوضعها الطبيعي، يكون الرحم حصل فيه انكماش ورجع لحجمه الطبيعي. ده بيبقى حوالي بعد 3 أو 4 شهور من الولاده، تكون العضلات بدات تستعيد شويه وتبقى قويه، وتجيلنا. بنفضل ان احنا نعمل الاجراء ده بعد حوالي 6 شهور من الولاده، لكن ما يفضلش خالص ان احنا نعمل شد البطن مع الولاده. وده الرد على الاستفسارات اللي جت لنا على رسائل الصفحه.